اهلا بيكم في تحدي جديد. النهارده طبعا نرمين مصابه في ايدها الشمال، والعيال لسه جايين من المؤتمر اللي كانوا فيه، فقررنا نعمل لهم بيتزا. قلنا بقى بالمره احنا ما نتخانق بقى. قررناش، الاستاذ انطونيوس هو اللي قال لي لازم تعملوا لي بيتزا، انا جعان اعملوا لي بيتزا. فيعني ما اقدرش ازعل الاستاذ انطونيوس، هو غايب عني 5 ايام. فاحنا قلنا بقى نستغل الوضع، هي تعمل بيتزايه وانا اعمل بيتزايه، ونشوف مين احسن بيتزا في القناه. هل البيتزا اللي انا هعملها ولا اللي هي هتعملها؟ طبعا عشان الاصابه لازم البس جلافز. وانا كمان لابس جلافز. طب انا مصابه، انت لابس جلافز ليه؟ عشان خاطر الشعر ما يقعش جوه الاكل. ها ماشي. ده كيلو دقيق احنا عجناه وسبته لغايه لما خمر. انت عملت عجينه بيتزا كتير قبل كده، الموضوع مش يعني صعب. لو عايزين عجينه البيتزا هتلاقوها عندي على بص القناه. معلش، لا معلش انا نفسي مره واحده في حياتي اعمل الحركه دي اللي هي بتعملها كل فيديو وتقول لك بتعمل راحه نفسيه. اي بتعمل راحه نفسيه صح؟ تصدقي بس الجوانتي بيلزق. ما انت لازم انتوا عارفين تحط- بتتخمر بقالها قد ايه دي كده بقالها تقريبا 3 ساعات يا نرمين. ثواني اجيب زيت. حطي لي زيت. ماشي، حطي كل ما تحطي اكتر يبقى احسن. حطي معلش عشان الجلافز بيلزق بيلزق. برضو الخبره بتنفع. انت ايه استغليت الفرصه. الله عليا. بصوا يا جماعه، انا بعمل عجينه بيتزا عالميه. بصوا احنا هنقسمها على 4 بيتزات. انت اعمل بتاعتك الاول وانا بعد كده ابقى اعمل بتاعتي. ماشي. ولا انا اعمل الاول عشان اول واحده؟ لا انا سيبيني ابدا انا في الاول. هات الفوطه. اتفضلي يا ريس. وادي الفوطه. لازم نغطيهم طبعا. نغطيهم بفوطه او بستريتش، يعني على حسب لا الاسترتش مش هينفع نجيبه عشان خاطر احنا ملزقين. اسيبك انت تعمل وفي الاخر اعمل. لا قولي لي بس انا هعمل ايه وانا هتصرف. بصوا ممكن تفردها الاول شويه بس نحط لها رشه دقيق سومولينا او دقيق، بس يعني دقيق سومولينا احسن. ايش دقيق سومولينا اللي هو بتاع البسبوسه عشان تبقى كراست كده. ونقعد بقى نوسع في الوسط. طب انا اللي هعمل مش انتي. طيب اوكي وسع. وانا هجهز لك الصينيه. بص كده انا ماشي صح ولا ماشي غلط عشان انت اللي هتشوفي. بصي يا عماد، حاول تعمل لها حواف. هعمل لها ايه؟ حواف اهي. او ممكن اخليك تعملها على طول في الصينيه عشان خاطر ايه. افردها شويه في ايدك كده. بس انا هعملها زي الراجل في المسلسل العربي ما كان بيعمل. بص في البرامج الاجنبيه بيعملوا كده، يخش من جوه. ماشي، ما انت هنا خليت هنا مفيش حواف. طب انت بيعملي بقى حواف، انا هعملها كده ونظبط الحواف دي في الاخر. طب ماشي، اجيب لك الصينيه كده تمام. استنى عماد، انت ماشي. يعني ايه جبر الخواطر حلو يا جماعه. ما احنا مش عايزين حاف نحشيها، احنا عايزين حواف من غير حشو، ونبقى حواف بس مجرد عليها شويه. انت عايز تحشي الحواف؟ لا مش هنحشي. هنجيب الصينيه بتاعتنا. ايوه. نروح رشين رشه دقيق سومولين. تمام. بالشكل ده. ونشيل ننقلها ولا ننقلها لك؟ لا انقل مين، انا مش للدرجه دي. اوكي. يا ايه يا لعيبه. بس. وانت كمل بقى فردها في الصينيه. ماشي. بس هنا دي تخينه فحاول ايه نرفعها شويه. بس ايه خلي بالك. مفيش ثقه بجنيه، زلت عند نفس المبدا. مفيش ثقه بجنيه. افردها انت وحطها وبعد كده ابقى افرد بتاعتي ونحشي سوا. بامانه مفيش ثقه بجنيه. هي حاسس ان في جزء فيها رقيق وفي جزء فيها مش رقيق. ما عشان كده بحاول افردها لك. اجي اساعدك؟ لا ما تساعدنيش. اوكي. الرجاله شاطره، مش محتاجه مساعده من الستات خالص. اللي اتخرمت دي انت عالجي بقى المشاكل. ماشي اوكي، اعملها وانا اساعدك في الاخر. انت جوزي برضه. بس ايوه، بص اهو بس ايوه، انا حاسس ان انا خلصت. ماشي. اديني بقى انا اعمل بتاعتي. هي اهم حاجه الطعم مش الشكل يا نرمين. لا العين بتاكل قبل البق يا عماد. ده اللي انا بقوله مش انت اللي تقوليه. احنا كرجاله عندنا المبدأ ده، لكن احنا لما نعمل لا. بص شاطرين يا ولاد شاطرين. برافو عليك يا عماد. التانية بقى انت اللي هتفرديها. انا عايز بقى اتفرج انك هتوصلي لنص مستواي في الفرد. تقسموا لينا كده او دقيق يا جماعه، يعني ايه دي بقى اللي هي بتاعت يقول لك في حاجه كده اسمها خبره. هي عندها الخبره، الحته دي اللي مش موجوده عندنا. بصوا بتفرد وقلبها قاسي بقى. بصي ما تحاوليش تطلعي احسن من بتاعتي قوي عشان شكلنا وحش هيبقى، فاهم ولا؟ حاضر يعني ما تحاوليش تزودي لا ما تقلقش انت حبيبي. النهارده عندنا حفله عشان العيال جايين
من المؤتمر اللي كانوا فيه 5 قولي ايام. انت حاسس بايه وانت نازل تجيبه من اوبر من تحت البيت؟ 5 ايام انا تقريبا الريموت بحطه في مكانه وباجي الاقيه في مكانه، ودي اعجاز بحد ذاتها، خلي بالكم. بس يعني بذمتك مش البيت بقى حلو بعد ما رجعوا؟ اه طبعا هم حلوين بصراحه، العيال مونسينا في البيت. هي ليه دي صغيره؟ انا حاسس دي كبيره قوي. انت عاملاها صغيره قوي كده ليه؟ عشان دي انا مكبرها لك شويه. يعني العجينه قصدك هنا كبيره اكتر شويه. ايوه بقى، يعني دايما احس الواحد بالاهتمام بتاعه. لا يا حبيبي، ما عشان خاطر دي صينيه كبيره، دي بتبقى صينيه اصغر شويه. بصوا لما احس ان هي هتبدا تلزق رشه ايه السيمولينا. السيمولينا بتديها كراست كده مقرمش من زي بتاع المحلات بالظبط. الله يا نرمين، بس انا عايز اقول لك ان بتاعتي مظبوطه اكتر. لسه ما خلصتش. لا بس دي مظبوطه اكتر. ماشي يا عم. بصي عامله ازاي، تحسيها كده وثابته في مركزها، ما بتكشش ما بتلمش، يعني في برستيج العجينه لما فيها. بتبقى خمرانه، انتوا صح لو عايزين العجينه هكتبها لكم في صندوق الوصف. هحط لكم فيديو بيتزا من بتوع القدام اللي هي اللي عاملاهم قريب دول، وانتوا خدوا منها. نرمين مش بتغير العجينه ثابته يعني. نيجي لفقره الحشو. انت حطي هنا وانا هحط. بصي ما تحطيش في بتاعتي. صلصه البيتزا دي صلصه طماطم، بنحط عليها زيت زيتون وزعتر، وبنحط عليها ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر، وبنديها تقليبه على النار او نحطها في الميكرويف يعني حوالي دقيقه كده. حطي معلقه عندك، ما تحطيش عندي معلش، انا عندي احط انا. استنى ده انا كنت عايزه اخرمها الاول. طب ماشي، واحنا لازم نخرمها. بيبقى افضل. تبقى اخرم بتاعتي. هاتي. خرم بقى. ايوه عشان ما تحطيش ايدك في بتاعتي دي خالص. مش هحط فيها، براحتك. عايز اخرم كتير ولا قليل؟ براحتك. هو اللي احنا ماليش بنخرمها يا نرمين؟ عشان في التسويه تبقى احسن. يعني تبقى احسن في التسويه. تبقى احسن في التسويه صدقني. ماشي يا نرمين. كمان عشان ما تتنفخش، هي اساسا عشان ما تتنفخش. خلاص يا نرمين انا خلصت تخريم. ممكن بقى تجيبي نحط شويه هنا. الله شكلها حلو. انت عايز انهي حشوه، بسطرمه ولا؟ اديني بس ثانيه واحده، ناخد بقى معلقه صلصه. هي حاطه معلقه واحده ولا معلقه ونص يا نرمين؟ بس كده كفايه عشان ما ماشي. تبقاش تقيل. ماشي يا نرمين، اديني فرصتي اديني فرصتي، ما تشوشريش عليا. مش هشوشر، براحتك. انا ميلا انا بجيب الحاجه بس. ايوه سلام. الرجاله بامانه شاطره في المطبخ اهو. بصوا اتشطرت يا عماد. طب ممكن تديني فرصتي عشان انت واخده مني فرصتي. انا واخده منك فرصتك. هاتي. انا كنت هحط رشه جبنه في الاول بس راح انت نسيتيني على فكره. انا اوكي. امسكي انت بس، امسكي. اتفضل عشان تعرف ان انا بساعدك اهو. اصيله اصيله. طبعا الجبنه اختاروا على قد ما انتوا بتحبوا الجبنه قوي. انا مش بحب البيتزا تبقى جبنتها زياده عن اللازم يعني، بس نرمين معودين العيال بيحبوها بالجبنه كده. حلو صح؟ شوف حط بقى براحتك انت. انا في وجهه نظرك انت كده كويس ولا نزود شويه؟ ماليش دعوه يا اخويا. طيب ماشي. انا هحط جبنه. انا هحط بعد ما احط الحاجات دي. نرص بقى سوسيس صح؟ ايوه ماشي. رص براحتك، انا مالي. ما انا برص اهو، انت مش واخده بالك؟ انا هحط بقى طماطم. انا بحب الخضار من تحت. انا كمان بحب السوسيس جدا، انا طعمه بيبقى حلو كده في الحاجات اللي زي كده في نحط البيتزا. طماطم، نحط رشه فلفل اخضر بقى او اصفر، الوان براحتكم. يا عماد انت يا دوبك بترص يا عماد. على فكره الرص فن. ماشي يا عم الفنان. بامانه فن. بص نحط زيتون. على فكره الناس بتطمن على صباعك. سبب اساسي ان انا عامل بفتي في المطبخ ان انا هي متصابه. انا من يوم الاربع مش عايزه اقول لكم النهارده احنا بنصور النهارده الثلاث. ولسه ما خفش ولفاه دلوقتي. ده حقيقي. فعشان كده لابسه جلوز. بص انا بحب احط البسطرمه بقطعها كده. بحب البسطرمه قوي. انت بتحبي كل حاجه طعمها حقيقي. تمام انا خلصت اهو. بص انا هحط نصها بسطرمه ونصها سوسيس. انا انصح منك. انا هبهرك. ابهرني. بامانه هبهرك. ايش يا عم. نشوف بقى مين هيطلعها شكلها احلى. يا بنتي مش محتاجه ذكاء. بصي بتاعتي شكلها عامل ازاي، بتاعتك شكلها عامل ازاي. يا سلام. بامانه بصي كده. بصي بقى كده 10 على 10 بصراحه. انا حاسس انها مش محتاجه اي حاجه تاني. كده نحط جبنه. انا مش هحط طماطم. براحتك. وبقى هعمل بقى حاجه جديده برضه. انا مش عايز احط زيتون بصراحه. انا هحط زيتون. لا 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 هحط زيتونه. نحط زيتون بس مش فيها كتير بقى، في حتت معينه كده. عارفين اللي هو ايه، يقابلوا زيتونه واحده ما يقابلوش حاجه تاني. انا حاسس ان المفروض كنت حطيت جبنه تحت اكتر، بس لا كده كويسه خالص. انا مرتضي عن النتيجه دي. شكل البيتزا بتاعتي انا ونرمين. طبعا انتوا تقولوا مين احلى دلوقتي.
لما تستوي. هندخلها الفرن على قد ايه؟ هندخلها الفرن على اعلى درجه حراره على 260، وهنحطها في اخر رف تحت في الفرن 5 دقايق، وبعد كده نطلعها من فوق ونسيبها هتاخد معانا 10 دقايق ربع ساعه بالكتير تستوي ونرجع لكم. يلا بينا. وده شكل البيتزا بتاعتنا بعد ما خرجت. دي بتاعت نرمين، دي بتاعتي انا. شايفين يا جدعان الحلويات؟ شايفين يا جماعه؟ بتاعت عماد. طب بصوا بامانه، طب بصوا بامانه عامله ازاي؟ بصوا بتاعت انا ملظلظه ازاي. لا 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 لا، في التعليقات قولوا مين احسن، بس اوعوا يعني ضميرك اساسي، حكمي ضميرك. بتاعت نرمين ملظلظه وفيها جبنه، بتاعتك انت جبنتها تحسيها مقشفه صح؟ قولي انها مقشفه. قولي قطعي يا نرمين. هتقطع انت بتاعتك. حاضر يا نرمين. هقطع بتاعتي. ماشي. الله يا سلام يا عماد. دي بتاعت عماد بقى، الابداع والفن والجمال. وريهم بس اللون من ورا. الله. ندوق بقى، ندوق. تعالى اقعد جنبي ودوق. اتفضل يا ريس. افتح بتاعتي انا بقى. قطعي بتاعتك يا سيدي. نشوف الاول مين الاحسن فيكم. بتاعت ماما لسه. بص عامله ازاي يا خرابي. عشان ايه دي طلعت من الفرن؟ الجبنه نايحه سايحه. عشان لسه طالعه من الفرن، دي بردت شويه. بس دي هتبقى احلى على فكره، بتاعتي مقربشه وكراستي. دوق دي وانا دوق دي. بصوا من تحت. لا يلا بينا كله يدوق بتاعه. رائعه. اكتبوا لنا بقى في الكومنتات شكل بتاعت مين احلى، بتاعتي ولا بتاعت عماد؟ بص بتاعتي وبتاعتك. هاتي بتاعتك وريني، قربي كده. انا احلى. وانا سايحه جبنه اكتر. انا جبنه اكتر، انت جبنه اقل. بس انا ادوق بتاعتك اللي من غير جبنه او جبنه قليل. وريني دي. هي نفس العجينه بس الحشوه مختلفه. بصراحه عشان ما بقاش كده محتاجه تبرد. بس دي اكسترا جبنه كويس. دي جبنه زياده، دي جبنه اقل، بس الامانه الاتنين حلوين. بس انا كعماد طبعا الغرور واكلني، فبتاعتي احلى. ده كان الفيديو اللي معانا النهارده. اتمنى لو عجبكم الفيديو يعملوا ايه يا نرمين؟ سبسكرايب للقناه ويعملوا لايك للصفحه بتاعتنا او فولو للصفحه، ونشوفكم مع فيديو جديد. باي باي. انطونيوس بياكل مش فارق معاه حاجه.